أمام كل ما تتفضل به، الشيخ نعيم قاسم يتحدث أن المقاومة مستمرة ولا مكان للتطبيع والاستسلام. بعيش بغير زمن، بس مش الحق عليه. الحق على يلي بعد ما اخذ له اخر رصاصه من سلاحه. رح يضل كل يوم يقول لك نعيم قاسم انا مستمر وانا مستمر، نايم على كلاشن، نايم على 100 صاروخ، ربك يعرف على شو نايم. كل شيء وانت تارك له مخازنه، وكل شيء وانت تارك له سلاحه، رح عم يطلع يحكي هذا الكلام. بتعرفي شو لازم يكون اليوم مطلوب من نعيم قاسم؟ لو نحن بحد ادنى من دوله مفروض بقى توقف على اجريها، يستدعوه على التحقيق، يقولوا خيي انت باي اساس عم بتقول مقاومتك هيدي البين مزدوجين مستمره؟ بموجب شو؟ بموجب الطائف؟ بموجب الدستور؟ انت من ال 89 سلاحك مخالف، بموجب القرارات الدوليه قرار سلاحك مخالف، ولك التعهد اللي انت عملته على نفسك والتوقيع اللي انت مضيته باتفاق وقف اطلاق النار انت هلا عم تتملص منه. خي انا شو بدك بمنطقي؟ عم رجعك انت على منطقك وعلى التزاماتك. بيراهنوا على لعبه الوقت ستريدا، وحزب الله استاذ بهيدي القصص.